لما قلت للزملاء المربين اللي جاي لازم بطاريات عشان اقلل التكلفه واقلل الامراض واقلل المشاكل الدواجن عامه، كان في اسئله كتير في عين جدا مش عارف ارد عليها لان انا مش بتاع مصنع بطاريات، مصنع بطاريات ولا اقدر اقول مين بيودي على فين. فقلت بيني وبين نفسي طب مين اللي يرد؟ اكبر مصنع للبطاريات في المحل في مصر وهو محترم مهندس ابراهيم الرفاعي. فجبت المهندس ابراهيم الرفاعي عشان نساله الاسئله اللي انا مش هعرف اجاوب عليها، ومعانا المهندس ابراهيم الرفاعي بيكلمنا على البطاريات كنموذج من ضمن مجموعه نماذج كتير. مظبوط؟ طيب اتفضل يا فندم. عندنا في المصنع حوالي 6 ولاد. تمام. التسليم عندنا 4 ولاد. تمام. وأطوال مختلفة. حلو. لو انت في مشكله كان عليه دراسه البطاريه الهرمي. هو اللي قال البطاريه عباره عن 3 ادوار ممكن تشتغل و4 ادوار. في منهم اكثر من موديل. مثلا الموديل ده 3 ادوار. طول البطاريه 235 مين مع بعض؟ الرجل 120 في نفس الموديل من ده 190 بين الرجل والرجل يعني تمام. من 3 ادوار من 4 ادوار هرمي. انت مشمع طبعا المشمع ده مقوى خالص جامد يستحمل ان السدله تنزل عليه، وبرضه هينزل على مشمع وينزل تحت، لا اما ينزل على الارض تمام. لا اما ينزل على سير. تمام. جميل الكلام. تمام. البطاريه دي لو انت بصيت عليها فيها كام ميزه. الباب بتاعها زي ما انت شايف كده، الباب بتاعها عرضه 50 كبير، تطلع منه اي فرخه انت عايز تطلعها. عشان الناس اللي بتقول الفراخ بتكسر الجناح، البطاريات اسف بتكسر الجناح بتاع الفراخ، يعني يمكن اللي فوق الاصغر من كده باب 50 سم اقدر اطلع منه ذكر بط لو عايز. تمام؟ تمام بسم الله ما شاء الله. طيب برضك في سؤال تاني، انا بسال كاني مربي، مش كاني المهندس محمد جوده بيعمل كل حاجه. بعض الناس من جماعه المربين او بيقولوا صدر الفرخه البطاريات بتعمل علامات في صدر الفرخه فبتبقى مش مقبوله تسويقيا عند التجار. فالكلام ده اكيد له رد عند حضرتك. طبعا هنا صعب قوي الموضوع ده يحصل. تمام. مش حديد. الخامه بتاعته طريه خالص. تمام. الفرخه بتعيش عليها مرتاحه. تمام. دوره. وبتديك ميزه ثانيه انك بعد كل دوره تقدر تشيل الارضيه دي كده تطلع بيها كده. تمام. تغسلها بره وترجع ترجعها تاني. يعني سهوله في التطهير. وفي نفس الوقت مش هي اللي شايله، يعني مش هي اللي عليها العزم، في تحتها حديد اهو. تحتها حديد طبعا. يعني العزم هنا على الحديد، عشان بس انا بتكلم في ايه يا استاذ ابراهيم؟ بتكلم في العمر الافتراضي، لو دي اللي شايله وارد ان هي تتكسر. تمام. لكن طالما الحمل على الحديد اللي تحتها فيبقى الوضع افضل. طيب الارضيه دي قويه خد بالك يعني. تمام. ارضيه في برضه ارضيات موجوده في السوق مش بتكون ابدا. يعني دي بص واخده على الصبع عامله ازاي. تمام. واخده حته هنا مقفوله عشان الفرخه. وصدر الفرخه هنا اولا ما توقعش سبله من جنب بعد العلافه. ثانيا عامله عصب جامد. تمام. يعني الارضيه مش شبك اللي بيترمي في الارضيه. طيب معلش سؤال تاني. انا عندي 6 نماذج. جميل. لكن مثلا فيما يخص النبل، لو انا مش عايز النبل ده وعايز نبل، يعني هل انا عندي الاوبشن ان انا مش عايز ال 360 عايز ال 180، انا عايز كب مش عارف ده كله موجود عندنا كله جميع انواع الكبات. تمام. احنا يعني اي نبله هتعوزه 180 360 ستانلس بجلد كله موجود. يعني انا هاخد البطاريه ديت بس النبل بمزاج يعني زي ما انت هتطلب زي ما هتلاقي احنا وكله بثمن. انا فاهم مش بالدولار. في اي طلب هتطلبه في البطاريه في طولها في عرضها في ارتفاعها. اي حاجه من المميزات اللي انت هتعوزها موجوده. طيب ايه ده؟ ده قضيب بيمشي عليه الترولي. حلو. دي فكره برضو من يعني اختراعنا احنا دي. تمام. احنا عاملين هدفين، بيمشي عليها الترولي بدل ما يمشي على الارض ويعمل وسيخ على الارض ويصدي القراب من الميه، وفي نفس الوقت انا حبيت اطلع عليه بطلع قلب جامد. اطلع واتنطط ما ادوس على العلافه. انا لو دوست على العلافه هتتموت. تمام. طبعا هنستخدم هنا ماتيريال نظيفه. تمام.
الماتيريال يعني ايه؟ يعني مثلا الصاج ده في منه انواع ودرجات جلفنه موجوده كتير في السوق. احنا بنشتغل في الدرجه الاولى. تمام. تلاقي الصاج بص لمعته عليه حاجه ايه تعرف تشتغل بيها. القايم بص لمعته عليه مش صاج درجه ثانيه اللي هو سنه سنتين يصد، لا ده عمره طويل. طب الدعامه دي لو حابين ناكد عليها وفيها مميزات انت ما بتبقاش واخد بالك منها، بس هي بتعمل مشاكل بعد شويه. العمال المصريين ما سهل قوي احنا جايين للمهندس ابراهيم عشان دي، بمعنى ان اللي انا مش واخد منه كمربع عادي. حضرتك بتقول والله احنا جربنا ديت، يعني حضرتك بقالك سنين في السوق فاكيد جربت كذا وغيرت، يعني تلافيت المشاكل اللي كانت موجوده دي كلها. كنا زمان ما بنعملش كده، بس احنا عملنا دي من مشاكل ظهر تطوير. كان زمان القضيب بيبقى تحت هنا في الارض هنا كده، القضيب والعجله بتقول لك ما بتمشي عليه، لقينا يلي موسخه الصدى والماء على طول، وانا مش مستفيد منه تحت هو تحت بيعمل ايه اصلا؟ تمام. انما لما انا اقول لك مثلا لما بتطلع على ده كده وتتنطط عليه وتبص على القفص وعلى العلاقه وعلى الفرخه وتحقق وتقسم. طيب سؤال مهم جدا ده بتسيب كتير جدا وما بعرفش ارد عليه. تقريبا من الى البطاريه الهرم من الى تطلع من عند حضرتك دي الهرمي الموديل ده احنا عندنا منه 4 موديلات. تمام. 2 شعبي. تمام. واحده فيهم ب 3000، واحده فيهم 3000 ونص. تمام. على حسب ايه الفرن. حلو. وعندنا دي طبعا البطاريه بنقول عليها مش شعبي، دي عنبر من البطاريه ما يهمكش. هيركب عليها كله وهيمشي عليها مجهزه. الاقرام اللي تحت دي بيمشي عليها سير عرضي، يركب عليها قضيب، يمشي عليها سير تحت البطاريه على حسب الامكانيات. على حسب الامكانيات. في بقى لو انت عايز تعمل عنبر بقى من البطاريه وهيمشي عليه وهتستحمل سنين، الموديل ده موجود من 3000 ونص ل 3950. تمام. سعرين موجود. انا عندي يعتبر الكلام من 3 ل 4 تقريبا يعني. على حسب بقى مساحه العنبر. مظبوط. على حسب مساحه العنبر. بالنسبه لمساحه العنبر برضه سؤال كبير بس في كتير. لو انا افترضت ان انا عندي عنبر بتاع دي ارتفاع 2 متر. طيب انا عايز عنبر كام عشان احط فيها عد؟ عايز عنبر 2 متر ونص اقل حاجه. يعني انا لو عندي عنبر 2 ونص دي تنفع معايا. تنفع بس خد بالك. ايوه. انت هنا بتتكلم مع مصنع. يعني انا عايز اخلي لك البطاريه دي 2 متر، انا اللي بعمل كل حاجه. احنا عندنا مكنه كمبيوتر. تمام. بنشكل عليها اي حاجه احنا عايزينها. حلو. اذا ايا كان نوع عنبري اعرف اعمله بطاريه. اول 2 متر 20 متر 30 هينفع بقى. ما فيش حل 2 متر قوي. لو واحد طويل شويه هيخبط فيه. بس هي الفكره في ايه؟ الفكره ان انا في ناس كتير بتقول لك العنبري ما ينفعش بطاريات. طب احنا عندنا هنا قماشه واسعه بحيث ان حضرتك ترزي شاطر تتحرك انت زي ما انت عايز. طيب يعني ايا كان الارتفاع العنبر وايا كان العرض وايا كان البطاريه عرضها 175. تمام. انا اقدر اخليها 160. تمام. واقدر اخليها 2 متر ونص. تمام. يعني اقدر امشي عمود في نص البطاريه. عندك عمود في نص العربيه مضايقك نص البطاريه، انا هعرضها البطاريه مش هيبقى عمود في النص. انت شغال عادي ما عندكش اي مشكله. لان في ناس كتير قوي عنبالها فيها عمود في النص عامل مشكله. بنحل بقى. بيشتغل كل اللي عليها اللي هو العمود هو اللي اساسي. صح كده ولا انا فاهم غلط؟ طيب ماشي. انا عارف ان اساسي كتير. ولكن الله يبارك فيك. ولكن احنا كده حلينا مشكله الميه يعتبر اوتوماتيك، العلف يعتبر نص اوتوماتيك. لو عايز تعمله اوتوماتيك موجود. انت عارف اللي هو الترولي، مش عايز تعمله الترولي. لو الترولي ده هروح عند الكوم بمنتهى الصراحه. في ناس كتير بتقول تعرف السيل عليه. واحنا نشتغل بالمكان العالي ضغط على السيل. يعني سيل واحد تحت ونعمل له الترولي يجيب لي ثمن العنبر اكثر من كده. يعني هنا هنرجع تاني بقى نفس النقطه في الاول والثاني. ايا كان حجم الفلوس اللي معايا بس مش حاجه عايز 10 موجود عايز 30 موجود. صح كده ولا غلط؟ البطاريه دي تاخد النهارده معاك 100000. عايز تعمل عنبر كبير. تمام. بالنسبه للكومباكت 600000. يعني انت النهارده هتدفع 20000 بس. الدوره اللي جايه او اللي بعدها البطاريه يرزقها ب 20 تعمل لها سيل. ينفع. وبعدها الدوره دورتين هتعملها درول تحولها دلوقتي براحتك. بس هو في حاجه بقى المهندس استفندي في الدواجن المساحه الجزء من
الراجل ده مش موجود في الكوبا طبعا. تمام. انا بتكلم في ايه؟ لو انا هعمل عنبر بطاريات ركز في دي كويس قوي. لو انت تقدر تشتغله كومباكت افضل لك، عشان المساحات دي لها فايده في التسخين مش هبقى فايده في الكومباكت. تمام. انا بتكلم في بنيات الفرق، بتكلم في شغلي انا. جميل. الكومباكت هيبقى كله اوتوماتيك، هيريحني من العماله ومشاكلهم ودخلهم. ده مش عيب ان انا اقول، بس كل واحد برضك على قده. ما لا يدرك كله لا يترك كله. انا مش قادر اعمل الكومباكت ام 100 عشان اعمل البطاريه ام 50. ما تقولش لا مش هشتغل. يعني اشتغل حتى بالايه على قدر الامكانيات المتاحه. طيب معلش حاجه كده. لو انا ما معيش ان انا هعمل الثلاث اطارات بتوع العنبر، ما ده لما بتبقى كده بنقول عليه قط او ما اعرفش حضرتك بتسموه ايه، خط. الخط. تمام. وعايز تشغل خط واحد، خطين اعملها. انا عندي مزارع بالفعل مع عامل خط واحد وعامل الباقي ارضي مش مشكله. زي الشيخ ياسر انتوا عارفينه في القاهره، عنده نص العنبر بطاريات اللي شبه دي، والنص التاني مربيه ارضي لحد ما ربنا يكرمه. مره ورا مره هقدر اعمل الثالث والرابع. ما معكش تعمل العنبر كله، اعمل خط. طيب السؤال الاخير معلش، البطاريه دي مساحتها كام؟ او اطوالها كام؟ وبتاخد كام؟ طولها حوالي 36 طلب. دي 236. لا نص البطاريه 100 لا على بعضها. دي 118 دي 118. لا تمام؟ على بعضها 236. وديت كنا بايده كام؟ عرضها ولا ايه؟ لا هو الارتفاع دي كده. بتاع 32. لسه في مسمار الناس بتركب 32 10 والعرض ده من هنا يعتبر بعد من هنا لهنا 175. 175. يعني لو عندي باكيه مثلا 3 متر 3 ونص هقدر احط فيها. مظبوط. صح كده؟ حتى لو 3 متر يبقى فاضل. 3 متر كده تبقى مرتاح 3 ونص. ما هو ما فيش عنبر، يعني ما اعتقدش ان في عنبر، يعني خلاص خلص عن 3 متر هتلاقي 3 متر. مختصر الكلام، منصب ربيع رفاعي عنده الحلول التوافقيه ايا كان نوع عنبر. انا اعرف عنابر مركبه بطاريات ومش عايز اقول سقفها خشب، مع ذلك بركب بطاريات. تمام. هو ده غلط، بس يعني نص العمل كله. نص العمل كله. اتفضل. زعلان عشان المساحات اللي فوق دي. مش انا مش زعلان والله، بس انا بقول نص العمل في كله. ناس بتعمل مش موضوع كده. هي ايه؟ بتعمل بطاريه واقفه وبتعمل اضرار. انا عارف. بس ده لو بطاريتين 3 فوق السطوح يمشي. انما الابراج دي مع طول العنبر مثلا طول 50 60 ده عذاب. مين اللي هيمشي يفضي السنه بالابراج دي؟ لازم تعمل مشان ما ينزل تحت، انت تشيل تحت الجروف او تعمله سكينه او تعمله ايه؟ حاجه كويسه. يا شباب اقول لك حاجه كويسه. انا عندي عنبر في الصف معمول بطاريات شبه ديت بس بتتين يعني. بصوا كده يا جماعه، عاملين حاجه حلوه جدا بقى عند الشيخ ياسر. عاملين دي كده زي ما انا عاملها كده بالظبط، وجايبين للولد اللي والله ده حقيقي سكينه معجون بس عريضه شويه. الولد ده مش بيعمل كده. موجود ده. ده في تمام. واحد في الصف انا عارفه بيعمل الكلام ده. ايوه ما احنا ما هو خليل ده. ما انا عندي عنبر في الصف فيه بطاريات شبه دي. تمام. شفتوا انا نزلتها دي ازاي؟ لان مهما نخبط من اليمه الثانيه مش هننزل. انتوا عارفين الزرع بيبقى لازق شويه. حته سكيت في ناس تحب تعمل كده. وبعدين انا عامل لك جنش هنا عشان لما تحب تعلق الظهريه. لا انا فاهم. مش انا هتعرف تعلقه قصدي تاني. ايه؟ شفت حضرتك مش بيركب بكليبس ولا برشامه، هو سهل تعلقه بنفسه. شفتوا الوضع اللي انا عامله ده يا فندم؟ نفس الوضع. رحت منزلها بس كده اهو، والولد سكينه المعمول راح عامل كده اهو. مظبوط. راح منزل كله تحت الارض. كنت انا كمان معلش شفت هنا سير سبله دور واحد. لما بكلم محمد قال لي ده عاملينه للبطاريات الهرم. مظبوط. احنا اغلبيه شغلنا سيول، يعني زمايلنا كلها معروفه ان احنا يطلعوا فبياخد من عندنا السيول وهو مطمن. برضه احنا بنشتغل يدوي. تمام. بس انا بفتح نفسي الناس، يعني انت النهارده يدوي بس ممكن بعد دوره اجرب. لا ما انا مش جاي لحضرتك عشان الراجل المستثمر الكبير اللي يقدر يطلع قد كده في عنبر. انا جاي لحضرتك عشان الراجل عنده عنبر مش عارف قد ايه ومعاه 1000 جنيه وعايز يشتغل. يعني ما تخليش المهندس ابراهيم يعقدنا. معاك 10 جنيه هنتصرف، معاك 20 جنيه هنتصرف. مش لازم اجيب العنابر يعني. ما لا يدرك كله ولا يدرك كله يا باشمهندس ابراهيم ربنا يبارك لك. انا عايز مصر كلها تلغي البطاريات
لان شغل البطاريات هو اللي جاي. لو احنا كل واحد فينا بيربي 5000 و5000 و5000 لما يتلموا مع بعض فهم 15000. مظبوط. طب النهارده اقدر اكتر من عنبر او شغلت اكتر من عنبر. أيوة. والنمو في عنبر انا عندي ناس الخدمه كده. البطاريه اسهل بكتير من انا العنبر. عندي ناس كده، يعني كان فلان بيربي بخمسه وفلان بيربي بخمسه وفلان بيربي بخمسه، اتلموا مع بعض وبقى بيربوا ب 15 بس جوه الايه؟ جوه نفس العنبر. خفوا من الادويه وخفوا من الامراض. لا انت لو هتتكلم في فنياتنا ديت بقى، يعني انا احب البطاريات جدا، يعني بترحمني من حاجات كتير. يكفيني انا محمد جود حاجتين بس. نمره واحد النفاخ ما يكونش من تحت رجليك. نمره اثنين ان انا بستغل المساحه دي، بدل ما هي هتاخد 10 فرخات هتاخد 20 هتاخد 30، بدل ما عنبر عندي بياخد 5 هياخد 15 وفي نفس المكان. حتى لو مش اوتوماتيك، هترحم نفسك من خساره، من اشاره، من سمنه، من حاجات كتير جدا فنيات. ان احنا يعني بامانه انت لو رحمتني من المعوي ضمنت لنفسي معامله تحويل. خلي بالك هذا اللي عندك لو كنت بكلمك عنه انت لو كنت بسيط المسطره دي في العمر صغير رفعها كده تمام. راجل على جسمه كده تمام يروح راجل على جسمه كده اصبحت الفرخه بتاكل من هنا تمام لحد عمر مثلا اسبوع. تمام. وانا بتحكم فيها بايديا وبالراحه أنا مفيش فاهم. بقى اوتوماتيك زي الباكات الكومباكت. ياده وخلص وبسيطه اهي. تمام الفرخه كبرت شويه انا هروح فاتح ده وننزله نزل في الاخر ايه؟ بس المهم بقى ان كل ماشي نعرف العلف ما بيوقعش ما بيوقعش. بقدر اتحكم في نزيف العلف وهذا تمام. دي ميزه قويه جدا عندنا في البطاريه. دي بتفرق معانا كمان كتير، لان انا كفلوس هو العلف هو الدوره كلها علف. 70% من تكلفه الدوله على. تمام. انا مش عايز انسى اي سؤال ومش عايز اطول عليكم الاثنين مع بعض، ونشكر المهندس ابراهيم مع وعد فيديوهات ثانيه في الكومباكت بقى. نخش بقى على الفئه العاليه لا ما هو انا ده كومباكت هعمل معاه فيديوهات تربيه منزليه، هتعملها تربيه منزليه. معلش ما هو الجبان مالوش عيش في البلاد، مربي العيال برضه ليه حق عليه، ومربي البياض انا حاسسها بتاع الجلال البيض، يعني انا ايه بس بتاع البياض دوت راجل بيصرف على الفرخه 4 5 شهور، هيروح يجيب مكنه زي ديت بآلافات وهو حر. تمام. لكن انا بتكلم على ايه ده داخل الجامعه بيه يا فندم ده انا عارف ان هم البيض يعني ابراهيم بيتكلم على ان ايه، انا مش بتكلم على المستثمرين. تمام. ده مكان جامعه البيض. تعالى يا محمد عايزك من بره صوروا لي من المقلوب من هنا، يعني ده المقلوب ده المقلوب. بص كده يا استاذ محمد انا بتكلم على المقلوب اللي هنا. ده بقى بيشتغل كده اوتوماتيك بيجيب البيضه من جوه على طول ننزلها هنا على ترابيزه قدام الناس. بس طبعا ده مش بيشتغل بايد كده بس هو لسه سهولته يعني. المواد بتشغل البيواريد مع بعضها وحاجه امكانيه عاليه. لو انت عايز تصوره من جوه يعني ممكن تخش جوه شويه كده. هو لسه بيتقفل يعني. ممكن برضه عايز تبص تصور داخله كده ايه برضه عشان تطلع كل حاجه عندنا هنا من الالشيات. من الاول بقى شغل الخراطه لشغل المقصات التنايات المكن البلاطات الليزر كل حاجه عندنا هنا الحمد لله ايه يعني مش شغل ما بعملش اي حاجه بره. الشغل اللي بعملها على ايدي ببقى مضمون ان انا جايب خامه ايه وعامل ايه شغل الجلبنه شغل الرش. تمام. جهاز الالكتروستاتيك الخراطه ببقى عارف ايه اللي جوه الطرافين. انا اللي عامل ايه جوه الطرافين. الفلوس برضه بنعملها بنخليكها هنا وبنخرطها هنا. تقريبا يعني ايه بنسبه 99% بعمل حاجتي هنا الا في الكومباكت والاوتوماتيك بنجيب شغل من بره زي السيور المواتير السلك الاتصال. ده بيجي شغل من بره لانه بيبقى الزبون دافع فلوس لازم ياخد بيها شغل. سيبك بقى من الشغل المحلي والناس اللي بتجيب سيور محلي لا انا ما بجيبش اي حاجه لازم كل حاجه مستورده. لا وبعدين في حاجه عجباني قوي يا ابراهيم، منه المصنع كله بتاعنا او المصنع كله عندي حاجتي، فانا عندي القماشه اقدر العب فيها براحتي مش ملزم زي بعض الاصدقاء اللي هو بيروح جايب ايه بعد اذنك يا استاذ احمد. يعني انا طبعا ما بتكلمش على حد معين. بعض الجماعه اللي بيعملوا السلكات بتاع الحمام يا استاذ ابراهيم بيروح يجيب لي الاسطمبات دي زي ما انا جايبها بايدي كده. جميل. هو ملزم ان هو جايب الاسطمبات حضرتك فاهم انا قصدي ايه طبعا. جميل. ويروح عامل اللي بيقولوا عليها سلكات حمام.
مش بطاريات تنفع للدواجن، لانه بيروح يجيب ديت كده بشوفها كتير على النت دي. وبيروح مدبلها من هنا ومدبلها من هنا. حضرتك فاهم انا قصدي ايه؟ ملوش عمر الكلام ده. تمام. انا مش هروح اعمل عنبر دواجن. حتى الجماعه بتوع التربيه المنزليه، انا عايزك يعني مش عايزك ده طلب رجاء، تسميه زي ما تسميه. انت قول براحتك، انت منورنا وشرفت النهارده. الله يبارك فيك. يعني ايه لا شرف لا لينا. انا اصلا بدور على ايه؟ بدور على حد يعني مع 50 60 الف وماله اعمل يعني. حضرتك فاهم انا قصدي ايه؟ يعني احنا في بلد اللي معاه 10 جنيه ياكل، مش لازم اروح مطعم كذا يعني. يعني اللي عايز رغيفين فول وطعميه نلاقيهم، بس مش على حساب جوده شغلك. انا ما قلتش ان انت تعمل حاجه درجه تانية، بس ايه اللي اعرف اعمله ويمشي الحال مع المربى الصغير. طب ما انا اعمله. هو مش قادر يعمل الترولي دوت بتاع العلب بتاع الترولي دي، طب ما انا اعمل له النص اوتوماتيك، اعمل له اليدوي. يعني اللي اقدر اعمله بتوفير اعمله. تمام. ولا انا فاهم غلط؟ المهندس ابراهيم من اكبر المصانع، مش عايز اقول الاكبر على الاطلاق في مصر. حجمه معدات بسم الله ما شاء الله. كل حاجه بيقدر يعملها، او بمعنى صح معاه الادوات اللي يقدر يتحرك بيها. الكروت كلها معاه. يقدر يعمل اللي ابو 10 يعمل له، واللي ابو 20 يعمل له. وانا هقفل الفيديو ده طبعا بعد شكر المهندس ابراهيم على وعد المره الثانيه بفيديوهات تاني مره وثالث مره ورابع مره وخامس مره لابو قرش وابو 10. تشرفونا يا باشا في اي وقت. الله يبارك في حضرتك. السلام عليكم. الله يبارك فيك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.